درنا واحد المعاينة عينية في المكان ديال الواقعة، فقدمنا بشكاية للسيد والي الجهة، ثم قدمنا بشكاية للسيد رئيس الجماعة، ثم قدمنا بشكاية أيضا للسيد باشا بوخالف. كنتفاجئوا بعد مرور يومين باتصال من طرف واحد اللجنة اللي فيها الولاية وفيها الجماعة وفيها ايضا عون من السلطه المحليه. فبطبيعه الحال خرجنا بحل اللي هو ايجابي. كيف قلنا له حنا ماشي ضد المشروع، وانما ضد الاستيلاء على المنطقه الخضراء، الا اننا كنتفاجئوا بعد مرور ايام بان ذاك التسييج بقى تما الى هذه الساعه اللي حنا واقفين فيها. فاتصلت بالسيد القائد ديال الملحقة الإدارية الثامنة للاستفسار على ذاك المشكل بأنه ما تمش التفاعل معه، فتفاجئنا بأنه كيقول بأنه دار المحضر وما دارش فيه بأنه غادي يتحيد ذاك الشيء، رغم أننا منين درنا الحوار مع المسؤولين قال لك بأنه غادي يتحيد ذاك الشيء هذاك. واليوم حنايا كساكنة عفوا وكفاعلين حقوقيين جينا هنايا نديروا هذه الوقفه كوقفه فقط انذاريه، فإلى ما تفعلاتش من طبيعه الحال الجهات المعنيه فاحنا مستعدين في الايام المقبله اننا نديروا وقفه امام الوزاره المعنيه. محمد بوشاوش رئيس جمعيه افريقيا لحقوق الانسان. احنا بعد مباشره من بدايه التسييج تلقينا مجموعه من الشكايات، وبعد هذه الشكايات هذه احنا راسلنا عده جهات كتنوير الراي المحلي والوطني. راسلنا مجموعه من الجهات منهم باشا بوخالف رئيس مقاطعه طنجه المدينه ووالي طنجه. بعد هذيك المراسلات اتصل بنا قائد الملحقه الثامنه، درنا معه اجتماع يوم 6 دجنبير، وكان كاجراء اولي قام بتوقيف الاشغال. قالنا لحين بث الولايه في الامر. ويوم 13 بالضبط 13 دجنبير تلقينا واحد مكالمه هاتفيه من مواطن قال لنا راه لجنه ولائيه غادي تكون في المنطقه الخضراء. حضرنا وبعد نقاش وعدونا بلا انه يوم الاثنين الموالي غادي يتحيد داك الشيء هذاك وغادي تعطى له شي بلاصه اخرى. يعني هما كيقلبوا على داك الشيء هذاك يعطيوه بلاصه اخرى، حيت عنده واحد الرخصه وعندهم واحد البوند كوموند اللي خارج من عند العمده، من عند بلديه طنجه. في حين ان الساكنه كتفاجأ ان ما كاين حتى شي حاجه، الحال بقى كما هو. بعد ذلك قرروا باش يديروا وقفه احتجاجيه ويخبروا السلطات المحليه ومنهم الوالي اننا متبعين هذا الملف هذا، وكان ناضلوا على الحقوق ديالنا، ابسط الحقوق، وهي واحد الجريده اللي تابعه اللي جروب، يعني تابعه تما جايه ما بين الضحى والجامعي. كيطالبوا حتى ما غاديش يوقفوا حتى يتحيد هذا التسييج هذا، وحتى يحرروا واحد الفضاء عمومي. وكذلك في نفس السياق كان في نفس الحي وقعوا واحد المجموعه ديال المشاكل عند بعض مؤسسات مدرسيه، كاين تما الضرب والجرح وبزاف ديال المشاكل. هذا الشيء كامل كيجي ببيع المخدرات، وكيكونوا مخدرات في الباب ديال المؤسسات. كيطالبوا بالامن. حنا كجمعيه حقوقيه يعني كنوقفوا مع الساكنه للطلب بابسط الحقوق وابسط شروط العيش الكريم. وتحيه نضاليه.